السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير ان شاء الله. معكم ميرفت فوزي، قناة مطعم بيتي. النهاردة هنعمل مع بعض الكنافة الأساور او بنسميها كنافة عش البلبل. هي طلعت معانا ما شاء الله، شكلها جميل. حطينا فيها اللوز والكاجو والشوكولاتة كمان، وفي كل واحدة فيها شوكولاتة حطيت كده فستق. الشكل طلع في منتهى الجمال، والطعم كمان طلع جميل جدا. تعالوا بينا كده نسمي الله ونشوف الطريقة والخطوات بتاعتنا ومقاديرنا ايه. طبعا اول خطوة بنعملها في الكنافة بتكون هي الشربات، لان احنا بنستخدمه في الكنافة بارد، بالتالي بنعمله في الاول عشان نركنه يبرد لغاية ما نخلص باقي خطواتنا. هنعمل الشربات بتاعنا عبارة عن كوبايتين من السكر، وهنحط عليهم كوباية وربع من المية. هو شربات الكنافة بيحب يكون تقيل، وهنرفعه على النار من غير ما نقلب فيه ولا حاجة. هو السكر ان شاء الله بيدوب لوحده. اول ما يبدأ يغلي بحط فيه عصرة نص ليمونة، بحسب له من اول ما يبدأ يغلي 8 دقايق وبطفي النار. بعد ال7 دقايق او ال8 دقايق هطفي النار. في الوقت ده بحط فيه رشة فانيليا، او احط فيه معلقة صغيرة من السمنة البلدي، بتدي طعم وريحة حلوة قوي مع الكنافة. وبسيبه على جنب بقى لغاية ما اكمل بقية الخطوات بتاعتنا. هحضر صينية فرن وهدهنها بالسمنة دهن كويس كده. ومعايا هنا الكنافة، لازم تكون الكنافة طرية، تكون لسه طازة يعني كده. رشاش مية او بخاخ، وببص عليها كده كمية بسيطة من المية عشان تطريها، وعشان كمان تبقى سهلة في التشكيل معايا. بأي حاجة عندك كده اسطوانية ممكن تستخدميها. هو في قوالب بتتباع في محلات مستلزمات الحلواني بتتعمل بيها، ممكن تلفيها على صوابعك، ممكن تلفيها على حاجة يعني اسطوانية زي كده. وانت بتلفيها كده بتضغطي على الكنافة علشان بقدر الامكان تبقى متساوية معاكي ومتماسكة في بعضها. باخد الطرف بتاعها ده وبخليه من تحت بالشكل ده كده كقاعدة للكنافة، وبالراحة بشيل الحاجة اللي انا اشتغلت بيها دي كده. شوية كنافة صغيرين في الأرضية كقاعدة بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وبرصها في الصينية.
بكمية كويسة من بره ومن جوه. على الرف الأوسط. وده شكلها بعد ما طلعت من الفرن. لما أخدت اللون من تحت ولعت الشواية على أهدى درجة لغاية ما خدت اللون اللي هو الذهبي اللي احنا شايفينه ده. الكنافة سخنة كده معايا العسل بيكون أو الشربات بيكون بارد طبعا بيكون وهحط برضو وحدات من الكاجو.